حاسه عندي برد من 2005 مثلا. انا بقى 3 شهور عندي برد مثلا. مساء يا جماعه، عاملين ايه؟ ريفيو لاين ليكويد تاني. بس سوبر كول. النهارده احنا معانا لاين شوجر بير عامل 10 فليفر. احنا مطولين مع بعض شويه النهارده. عامل لك كوبايه شاي كده عشان احنا قاعدين شويه، ومع الاسف يعني ده بالنسبه لذوق انا. هم كلهم سولت وكلهم سوبر كول. طبعا انتوا عارفين رأيي في السوبر كول يعني عامة، بس هنعمل ايه بقى؟ اريز ولا اريز؟ هنعمل ايه؟ هو الذوق العام كده، والناس حابة كده، والمستهلكين بيستخدموا ده اكتر حاجة، فخلاص يعني هو امر واقع بقى. فاحنا لازم ايه؟ نشوف الناس دي بتاكل ايه، الناس دي بتشرب ايه، او استخدامها ايه. وانا بالنسبة لي برضو حتة السوبر كول الاوفر هي اللي بتبقى مشكلة. هل شوجر بير عامل السوبر ايس بتاعه سوبر ايس؟ طبعا هو شوجر بير اكتر فليفر هو كان مشهور بيه، هو ابدع فيه بصراحه، اللي هو كان الكوزي روستر. ده كان طفره وقت ما نزل، ولحد دلوقتي على فكره طعمه كويس جدا يعني. والنظام زي ما احنا هنستخدم دريبر ام تي ال نجرب عليه. طبعا بغلط، ما تعملش زي يعني ما تجربش سولت على تانك او عامه على كويل، ده غلط. اوعى تعمل زي انا، بس ايه يعني مركب كويل 1.4 وعامل لفه كده، وانا ايه يعني يا دوب هجربهم وخلاص، فمش هطول يعني. لكن ده غلط، ما تشربش سولت على تانك، سولت للبودات. بس انا ليا وجهه نظر يعني ان ايه التانك بيبين اكتر حته ان هو هل هو ايس بس ولا هو ايس وفيه فليفر في الموضوع. ده يمكن المشكله الرئيسيه اصلا في اغلب اللاينات اللي بتعمل سوبر ايس، ان هو ايس. احنا هنشوف بقى هل شوجر بير ايس بس. ده كلهم 50 ماشي. اول فليفر معانا هنجربه هو الفراوله كيوي. الازاز الباكج بتاعتها حلوه قوي يعني، حتى الستيكر اللي معمول من المسو. انا نسيت اهم حاجه اقولها، فاكيد كلكم عارفينها يعني، بس هقولها برضو. كل ليكويد بنغير ويك، بنغير قطن. فين القطن؟ من كل ليكويد بنغير الويك. انا مش عارفه، انا دلوقتي هفتح ليكويد وهحطه على لا شيء. فانا هعمل ويك ونبدا بقى. النهارده يومنا طويل شويه، 10 ويكات، 10 فليفرات. زي ما قلت لك ايه، ما تنساش كوبايه الشاي واقعد. يعني انت وراك حاجه؟ ما وراكش حاجه؟ تعالى يا عم، تعالى اشرب معايا. ماشي يعني ايه. ويك كروكي كده. اول فليفر معانا هو الفراوله كيوي. يا رب ما يبقاش ايس عالي قوي، يا رب. شكله ايس عالي عشان في الايه اخليه على اير فلو ضيق خالص، على وات هادي جدا، نقول 12 واط. هو الفليفر واضح صريح، فراوله كيوي واضحه. ايس عالي، ايس عالي. هو عالي عالي جدا، بس يعني شغال اكسبتابل نوعا ما. انا ما اقدرش اشربه يعني، ده مش ماي تيست، بس هو تمام حلو. طب يا عم تشربوا الحاجات دي اول داي ازاي يعني؟ انا مضفينه وتمام خلاص، مش قادر اصلا. في حاجه برضو وضحت دلوقتي، النيكوتين. النيكوتين رشق، رشق على طول سريعا، ما طولش يعني. بعد السلطه عامه ان الجسم يمتصه اسرع، بس واضح ان هو النسبة عالية يعني، النسبة مظبوطة إلى حد كبير، كويسة جدا يعني. أنا نوادر لما بشرب سولت وبحس بالحتة دي على طول سريعا كده. بص فليفر الكيوي حاسه غالب فيه أكتر من الفراولة، مش مسكر، متوسط عادي جدا. بعيدا بقى عن حته السوبر ايس وبتاع، ممكن يكون هو توب 3 مثلا. انا جربتهم فراوله كيوي في السولت، طعمه اورجانيك طبيعي، ما تحسش ان في بونبوني في الموضوع. لا هو جميل جدا يعني. انا لو انت بتحب السوبر ايس يعني بالعالي ده وعايز تجرب سولت وحاجه مش مسكره، فالفراوله كيوي اختيار موفق، وطعمه اورجانيك، طعمه مش بونبوني. دي حاجه مهمه قوي بالنسبه لي. خش في الفليفر اللي بعده، باشون مانجو. الباشون مانجو طبعا احنا دي شفناها كتير، فايه يعني نغير الوجه وبعدين نجرب. اقول لك هل هي عاديه قوي اللي احنا شربناها مليار مره، ولا دي مختلفه. والله انا عملت ايه استفتاء كده سريعا على الفيديو اللي فات، وقلت لي طول الفيديو. بس انا بطول الفيديو سايبه يطول زي ما يطول بقى. قلت لكم اعملوا كوبايه شاي، اللي ما عملش كوبايه شاي هو اللي غلطان، عشان احنا مطولين. انا قلت طبعا كده خلصنا الويك. نجرب بقى الباشا. انا منبهر قوي من اللزقه بتاعت الازازه يعني. الباكج حلو بصراحه، والعلبه جميله وبتاع.
علبة جميلة وبتاع بس يعني. اوكي. ده ريحته فظيعة يعني. ريحته مبشرة جدا. ريحته يا جدعان صعبة، ريحته بجد صعبة وحلوة قوي وحلوة اوفر، بس هل الطعم نفس الكلام بقى؟ تعال نشوف مع بعض. اوكي. يعني عندي تعليق مهم. عندي تعليق مهم. لا، عندي تعليق مهم مش عارف اقوله. بص، هو انت لو متعود على السوبر كول فده بالنسبه لك اوفر. يعني انا ما بستحملش الايس. انا ما بستحملش الايس الاوفر ده خالص. ما بقدرش عليه. هو بف تاني بموت خلاص. بس انا تعليق بقى ان الفليفر ده اولموست بريميوم. يعني الفليفر قوي حلو جدا. حاسس المانجا فيه جميله جدا بجد، طبخه ولا اروع. بس انا دلوقتي مش عارف اشربها. انا فعلا اطلب بجد من اللاين ده انه يعمل على الاقل الفليفر ده بس حتى الان، يعني انه يبقى اهدى في الايس. يعني بجد هو الفليفر واضح، وطعم المانجا والباشون واضحين. المانجا غالبه سنه، بس الباشون كسره المانجا فمش مسكره. بس طعم المانجا يعني مش ناستي. مش هنقول انها ناستي مثلا، مش هقول ان هي احلى او اوحش، هي حاجه مختلفه. بس هي تجربة بريميوم. الطعم قوي وحلو جدا، بس الايس بالنسبه لي انا زياده قوي. فده يعني هايلي ريكومندد لو انت بتحب السوبر ايس. انا واضح ان أنا هقول الجمله دي بقيه الفيديو، يعني لان هو ليفر قوي 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 وطعمه اورجانيك. يعني برضو تاني هرجع اقول ان هو طعمه مش بونبوني، لا هو طعمه اورجانيك مانجا. بس يعني الايس بالنسبه لي تو ماي تيست كتير قوي اوفر. يعني لو انت بتحب السوبر ايس فطبعا تمام يعني، ونيكوتين تمام يعني. هو انا مخي بيرزع الوقت وانا بكلمك، بس ايه انا مبسوط من الاداء. انا الفكره الوحيده اللي مقدراني شويه الايس الزياده بس، لكن هو جميل جدا. الفليفر اللي بعده لاش ايس بطيخ. هم كلهم نفس الايس. كلهم نفس الايس. لاش ايس عامه كفليفر حافظ يعني تركيبه ليه شويه بحبها يعني. يعني مش عشان اي حاجه بصراحه، بس غالبا مناخيري انا اللي باظ يعني غالبا. فمش مش هلومه يعني. تاني، لو انت بتتساءل ليه انا بستخدم دريبر تانك مش كارتجات بود، رغم ان ده الدارج، لو اللاينات اللي تعمل سوبر كول اغلبها بيحط سوبر كول وما بيحطش فليفر، يعني فليفر شبه منعدم. التانك اكتر حاجه تفضل حاجه زي دي. البود ممكن تحس بفليفر بعيد، فتقول ايه لا اصل البود مش ظاهر بتاع. الدريبر بيوضحها لك نسبه الايس قد ايه ونسبه الفليفر قد ايه. جرب اللاش ايس. إيه لا، فليفر واضح يعني. الريحه مش قويه بس فليفر واضح. زور يا جدعان، اعمل لي كوبايه شاي. والله هو اعمل لي كوبايه شاي دلوقتي ثواني. عملنا كوبايه شاي عشان ايه فاهم؟ ابستر زوري شويه، سقعه شويه برده يعني. دي ما فاهم بنشغلها. هو واضح ان ده هتبقى كومون على كل الفليفرز، بس هو الفليفر ده برضو عندنا عليه نفس التعليق. هو طعمه اورجانيك جدا. طعمه بطيخ مش بونبوني، طعم بطيخ فعلا. طعم فيه قوي واضح ووضوح صريح يعني. وخد بالك ان هو نيكوتينه قوي، فلما تيجي تستخدمه بحذر شويه. ما تفرطش، لان انت كام بف وهتلاقي نفسك زنيت بسرعه يعني. ده برضو من الحاجات اللي ريكومندد جدا ان انت تجربها. بس انا حاسس ان في سنه منت اكتر منها ايس يعني. فالمنت دي ما بتزعجنيش قد زي الايس، فده اقلهم ازعاجا بالنسبه لي الحقيقه. ايوه هو الايس عالي وكل حاجه، بس حاسس في منت في الموضوع اكتر منه ايس قوي بس يعني. فده هايلي ريكومندد. انا هاخد بقى بق شاي عشان نبستر زورنا بعد ما بقى تلج نسخنه. نروح بقى الفليفر الاكثر فضولا عندي ان انا اجربه، هو الساور جريب، ليمون مع عنب. ده ميكس نوعا ما جديد بالنسبه لي. تعالى هنغير الويك قبل ما نجرب. ماشي، احنا كده خلصنا الويك. تعالى بقى ايه نجرب الساور جريب. ده سموزي ليمون ده. اوكي، هو ايه اللي مسكر في الموضوع؟ حاسس العنب مسكر سنه.
ميكس لطيف جدا. دلوقتي اي نفس اخده هبستر زوري بشويه شاي وبعدين اكمل. السوبر ايس والجيوب الانفيه دونت ميكس. ماشي، بالنسبه لي هو سموزي ليمون هو اللي اساسي، وعنب. عنب بعدها التيست اللي بعده. الميكس نفسه على بعضه مديك تجربه كده لطيفه بصراحه. انا كنت خايف اصلا الليمون ده يطلع اورجانيك لانه هيطلع مر. سموزي ليمون مش ليمون، لا، هو سموزي ليمون او عصير ليمون مع عنب. الاساسي الليمون، العنب هو اللي بيجي لك بعده بسن التسكير كده، بتكسر الموضوع شويه. ميكس لطيف جدا. ميكس انا مش عارف هو جديد ولا لا، بس انا اول مره اجربه بصراحه. ده برضو من الحاجات الريكومندد جدا للشخص اللي بيحب الموالح، ولو انت بتحب السوبر ايس ده هايلي ريكومندد يعني. اللي بعده غير الويك عشان الفليفر اللي جاي، الباشون كيوي جوافه. نجرب الباشون كيوي جوافه. طبعا ده فليفر بقى احنا دقناه كتير، يعني اقدر اقارنه بلاينات تانية عملته، فاقدر احدد هل هو افضل من الاغلبيه ولا لا. بس لاين ده فعلا كفواكه لحد دلوقتي انا شايفه عامل طفره فعلا يعني. نجرب الباشون كيوي جوافه. الباشون كيوي جوافه ده مختلف فعلا. ومختلف في ايه؟ انه مسكر، نسبه التسكير فيه عاليه شويه. مش قادر احدد بالظبط ايه الفاكهه المسكره في الموضوع، بس اعتقد الباشون. هو باشون جوافه، الكيوي جايه من بعيد سنه، والباشون او الجوافه يعني حاجه فيهم مسكره شويه، مديها تسكير واضح، يعني انت بتحسه على لسانك اول ما بتاخد البيت. بالنسبه لذوق انا يمكن اقلهم، لان انا ما بحبش حاجه مسكره، وده يمكن اعلى حاجه انا جربتها مسكره لحد دلوقتي في كل اللي انا جربتهم لحد دلوقتي. بس هو مميز يعني، هو مختلف عن اي باشون كيوي جوافه هتجربه تاني، خصوصا في حته التسكير دي. فلو انت بتحب الفليفر مسكر عامه، برضو اقترح ان انت تجربه يعني. لو يعني اطلب من اللاين ده طلب صغير يعني. اللاين ده لو عمل فري بيز 60 مللي بالليس ايس، يعني ايس اقل شويه، هياكل السوق. فليفرز حلوه قوي، فيعني ممكن نكمل جميلنا ولا احنا هنعتمد ده بس بعد اذنكم يعني، لو مش هضايق. ده فليفر بقى كذا واحد ايه يعني علق عليه او سأل عليه، وهو المانجو باينابل. مانجا اناناس. مش فاكر انا جربت مانجا اناناس حاجه قبل كده ولا لا، بس كده كده احنا هنجرب، هنغير الوجه نشوف. كيري ثابت قوي من السوبر ايس ده. ويمكن انا ما بحبش السوبر ايس عشان عندي جيوب انفيه، يمكن عشان كده انا ما مش زي الناس الطبيعيه يعني، ولا ايه؟ ولا انتوا كمان بتقدروا تشربوا السوبر ايس عادي يعني، اللي هو اول داي فيب تستخدموه عادي مفيش مشاكل. بس انا بجد عندي مشكله مع الموضوع ده. انا اخري يعني معاه اخري بجد 3 بفات ورا بعض، وبحس ان انا مش قادر اخد نفسي يعني. عشان نفسي دلوقتي زوري وجعني. نجرب المانجو باينابل. انا مناخيري واضحه في الكاميرا، مناخيري عامله ازاي عشان فاهم. سوبر ايس جيوب انفيه مش قادر. طيب هو الفليفر قوي برضه، هو مميز قوي في المانجا بتاعته. المانجا بتاعته بالنسبه لي بريميوم، ده تجربه بريميوم. فالاناناس فيه اورجانيك جدا، المانجا فيه اورجانيك جدا. الميكس عامه على بعضه لطيف جدا، مش مسكر اوفر برضه. اناناس كاسر المانجا، طعمها قوي زي ما قلت لك، هي اشبه بالبريميوم بالنسبه لي. بس الاناناس كاسرها في الاخر كده بهنت بسيط، مش قوي قوي، مخلي الموضوع متوازن، لا منه مسكر قوي ولا منه مش مسكر. لا، هو مسكر كل حاجه بس مش اوفر يعني الباشون كيوي جوافه كان مسكر عنه، فده بالنسبه لي احلى كتير طبعا. يعني واضح ان فيها اي حاجه فيها مانجا انا هشتري من اللاين ده عامه. ونغير الويك بقى عشان الفليفر اللي جاي هو الانرجي بيري ريد بول توت. طيب نجرب بقى الانرجي بيري. او انا كده اتاكدت ان المشكله فيا انا، لان انا ما عملتش معايا حاجه. هو الفليفر ده يعني حاجه من الاثنين، يا اما هيعجبك قوي يا اما هتدوقه دواء، يعني مفيش في النص. ميكس التوت، الافتر تيست بتاع التوت بعد الريد بول ده، يعني الريد بول هو الاساس، بعديه بيجي افتر تيست توت كده. بالنسبه لي الميكس على بعضه عاجبني قوي. ده بالنسبه لي انا يعني لذوقي انا بحب الميكس ده. انا بحب الحاجات اللي فيها كريز، بحب الحاجات اللي فيها توت. بس انت ممكن تدوقه دواء، مش عارف يعني هل هو مناسب لاغلب الفئات. ما اعتقدش، في ناس كتير قوي ما بتدوق النوع ده من الفواكه او النوع ده من الميكسات بيحسوه دواء. بس لذوق انا هو جميل جدا. طعم التوت فيه برضه اورجانيك، مش توت اللي هو تحسه بونبوني، لا توت فعلا واضح. فانا لو انت جربت مثلا قبل كده ريد بول باشون او ريد بول توت او ريد بول ايا كان، اقترح بشده ان انت تجربه.
لان هو جميل كميكس. لو انت اول مره تجرب اعلم ان انت ممكن ما يجيش معاك قوي، لان هو في النهايه الحته دي اذواق شويه، ممكن انت تحس ان ده ميكس دواء مش ميكس ليكويد. فالديبينز بقى على ذوقك، هي اذواق في النهايه. بالنسبه لذوقي انا هو جميل جدا. بالنسبه لك دي اب تو يو بقى. انا هسكيب بقى الويك بعد كده، عشان ايه الموضوع هيبقى مل قوي يعني. خلاص كفايه شفته والكات كفايه. الفليفر اللي بعده وهو الباينابل بيتش، بدل باينابل مانجا المره دي خوخ. الفواكه بتاعت اللاين ده رائعه بصراحه، كلها حقيقيه قوي ما فيهاش اي نوع من انواع البونبوني، لا هي حقيقيه قوي. الخوخ هنا خوخ بجد. الاناناس هنا ضعيف شويه، او انا ما حسيتوش قوي، بس هو مديك افتر تيست برضو كاسر نسبه السكر اللي في الخوخ. يعني هو الخوخ هنا مسكر شويه، الاناناس هنا وظيفته ان هو يكسر السكر الزياده، أو مش الزياده، هو مش زياده، بس يعني نسبة السكر اللي هتديك افتر تيست مسكر في بقك. لا، الاناناس هيجي يشيل الحته دي، تمام؟ يبقى اول داي على مدار اليوم تقدر تشرب. معرفش ازاي ممكن حد يشرب سوبر كول اول داي يعني، بس اوكي في ناس تعمل كده، معرفش ازاي. هايلي ريكومندد برضه. اتبقي فليفرين، الفيزي كولا، يعني واضح ان الطعم هيبقى كولا. انا عايز اطلب طلب ضروري من اللاين ده، بس خليها لاخر الفيديو، خلي الطلب ده لاخر الفيديو. يعني يا ريت تعملوا سبيشال اديشن لي انا بس، او للمرضى الجيوب الانفيه، ان تبقى اهدى ايس شويه. يعني ايس جميل وكل حاجه، بس يعني حاسسها تعبان شويه. يعني انا عايز اقول حاجه ودي غريبه في حد ذاتها، ده طعمه مش جيلي كولا. حاجه غريبه يعني. انا تقريبا اول مره اجرب كولا من طعم الجيلي كولا، بس انا مش مستغرب، لان اصلا شوجر بير كان عامل السودا كيف تقريبا، اللي هو كان السودا كريم برضه، ده كان تقريبا اللاين الوحيد اللي مش عامل الكولا جيلي كولا. هو كولا فعلا، بس انا حاسس ان ده اقل تسكير which is احسن، افضل كتير. الطعم فيه واضح قوي، ونسبه التسكير فيه مش عاليه، دي برضه حاجه نادره ما بتحصل في حاجه فيها كولا. نسبه التسكير مظبوطه عادي، مش مسكر اوفر، لا عادي جدا ممكن تشربه اول داي. لو انت عادي بالنسبه لك حته السوبر كول، هتشرب ده اول داي عادي جدا، مش هيجزعك مش هيضايقك. ممكن نقول توب 3 مرتاح في اللاينات المصري اللي بتعمل كولا. فعلا هو حلو جدا يعني، مع انه مش عليه كريمه او حاجه زي السودا كيف، بس برضه مش مسكر، برضه تقدر تشربها على مدار اليوم عادي. لو انت من محبين الكولا والحاجات دي فهايلي ريكومندد، بس احذر عشان اتوقع، انا مش متاكد بالمعلومه دي، بس اتوقع ان ليكويد زي ده غالبا هتلاقيه بيحرق الكارتج بسرعه سيكا. يعني بقى معانا اخر فليفر، وده ميكس توت، ميكس بيري عادي جدا. طبعا الميكس بيري ده يعجبني قوي، اتوقع يعني. هو ده جميل، ده جميل برضه. وعامة اللاين ده أي حاجة فيها فواكه صريحة ما عدا كيوي بجوافة، يعني ممكن نقول الباشون كيوي جوافة هو قلهم في حتة الفواكه دي، بس كفواكه لا لا لا، هو رائع، مش حلو، هو رائع فعلا. دي أنا ممكن أشربها عادي، لولا بس حتة السوبر أيس دي أنا أشربها أول داي عادي جدا، وهبقى مبسوط بيها جدا. أتوقع إنها هتعجب الأغلبية. ايوه في ناس بتشوف البيري او التوت ان هو دواء، بس انا اعتقد ان هو بالنسبه لك مش هيبقى دواء، لان هو فيه نسبه تسكير ومكسوره بنوع بيري تاني بيكسر التسكير اللي فيه. هو ميكس كده كفواكه، ولا كلمه على اللاين ده بجد، الفواكه بتاعته ولا كلمه، اكثر من رائعه. طيب احنا كده خلصنا العشرة فليفر بتاعت شوجر بير الجديده السوبر كول. وانا في نهايه الفيديو عندي حاجتين عايز اقولهم. اولا وده للناس، السولت هي اداه حساسه شويه، احذر وانت بتستخدمها، ما تفرطش في استخدام السولت عشان الطعم حلو. بالك اللاين ده طعمه حلو جدا، الفليفرز فيه قويه جدا وصريحه، مش عن قد ان هو ايس وخلاص زي اغلب اللاينات السوبر كول. ولكن انت حاول انت تتحكم في نفسك، هو هيشدك، هو حلو، هو حلو فعلا، فانت حاول تتحكم في نفسك، ما تفرطش في استخدام السولت. السولت هو مجرد البديل اللي انت بتلجأ له لما يكون الفري بيز او نسب النيكوتين الهاديه فشلت ان انت تبطل بيه. والسوبر كول برضو مش المفروض انك تفرط في استخدامه خالص. فانت لما تيجي تستخدم اللاين ده استخدمه بعقل، ما تستهبلش، ما تبوظش الدنيا، ما تعكش. وزي ما قلت لك اللاين نيكوتينه مظبوط، فانا اصلا بكلمك دلوقتي وفي تربنه في دماغي هنا، الدنيا بايظه خالص. الحاجه التانيه ودي لللاين، ارجوكم اعملوا من اللاين ده فري بيز. احنا عندنا فقر في حته اللاينات اللي بتعمل فواكه فري بيز كويسه، فانا اتمنى ده برضو يعمل هاي ايس، هيبقى رائع جدا. واتوقع ان هو هيبقى افضل لاين بيعمل فواكه بدون منازع. فعلا الفليفرز في بعض الفليفرز فيه تكون بريميوم، تجربه بريميوم كامله بالنسبه لي. حاجه بقى لو انا هرتبهم، بس انا شايف ان الترتيب هيبقى ظالم عامه. هم كلهم حلوين فعلا، كلهم اقوياء، لكن يعني لو هقول بالنسبه للذوق انا، يعني الاخير بالنسبه لي هيبقى الباشون كيوي جوافه، وده بسبب ان هو مسكر شويه مش عشان حاجه. دي بالنسبه لي الانرجي درينك، انرجي درينك جميل جدا، بس
يعني انا شايف ان اللاين ده متميز قوي في الفواكه، فالحته دي بالنسبه لي حلوه، اتعملت يمكن من افضل الحاجات اللي اتعملت، لكن ممكن تلاقي احسن يعني. وبعدهم الساور جريب. الساور جريب هو ميكس جديد، انا عادي جدا ان انا اشربه، بس انا لذوقي انا الشخصي مش هجيب منه كتير، يعني ممكن اجيب منه ازازه اتنين وبعدين هفصل شويه ارجع لها بعد فتره، مش اللي هو انا افضل استخدمها بس، لا، ما ممكن اتضايق لان السموزي ليمون ده في سنه كده برضو يعني، مع انه حلو جدا يعني. انا زي ما قلت لك هو التقييم ده لا يعني اي شيء عشان هم كلهم فعلا حلوين، بس ده بالنسبه لذوقي انا الشخصي يعني. الفيزي كولا برضو يمكن من افضل المرات اللي جربت فيها كولا في ليكويد، مش طعمها جيلي كولا، مش طعمها مسكر اوفر، بس زي ما قلت لك هو حته الفواكه دي لا هو صعب فيها، فانا يعني لو في العادي كنت اقول لك ان الفيزي كولا ممكن تبقى تاني او تالت، بس لا يعني عشان هو في الفواكه صعب قوي زي ما قلت لك، هي بالنسبه لي تجربه بريميوم، فلا يعني هخلي الفيزي كولا في المرتبه دي. يليه بعد كده الباينابل بيتش، وده برضو بسبب ان هو مسكر شويه. ايوه هو طعمه قوي، طعمه اورجانيك جدا، طعمه حلو جدا، بس عشان هو فيه نسبه سكر، وانا بالنسبه لذوقي انا يعني مش السكر ده اللي انا حابه، انا احب السكر يبقى اقل سنه، فباينابل بيتش هيبقى يعني في المركز ده. ويليه بعد كده الميكس بيري. الميكس بيري برضو جميل جدا، طعمه اورجانيك جدا، بس انا هحطه في المركز ده نظرا لان اعتقد ان في بعض الناس ممكن تشوف انه يعني الميكس عامه التوت في اي لاين بيبقى قلب معاهم بدواء او حاجه. بالنسبه لذوقي انا لا هو جميل جدا، مش شيء دواء خالص، بس يعني انا بقول لك ممكن تمر انت بده. يليه بعد كده الكيوي فراوله. كيوي هو اللي غالب فيه، نسبة السكر مظبوطة جدا، اول داي فيب مرتاح، مفيش أي مشاكل، مش بتحس إن أنت جزعت خالص، نسبة السكر فيه متوازنة جدا جدا. وأنا تقريبا أول مرة أجرب كيوي فراولة يعني بهذا القدر من الفواكه الحقيقية، يعني دايما بتحس إن الكيوي فراولة بيقلب على بونبوني، لا ده كيوي فراولة بجد، ده تجربة تستحق فعلا إن أنت تمر بيها يعني. نيجي بقى للتوب 3، هيبقى المانجا باينابل، ويليه اللاش ايس، ويليه المانجا باشون. ده طبعا زي ما قلت لك ذوقي الشخصي، كلهم فعلا حلوين، ودي حاجة أذواق في النهاية. انت بقى شوف ايه اللي ممكن مع ذوقك انت، الميكس ده ممكن يجي معاك انت وجرب. حاولت افصص لك واشرح لك الفليفر هيوصل لك بالشكل ايه، لكن في النهاية تجربتك انت اللي هتحكم، وعشان تجربتك انت اللي هتحكم تابع انستجرام في الفترة الجاية، هيبقى فيه هدايا من اللاين ده، ومفيش اي شروط تعجيزية في الموضوع، ولا لايك ولا كومنت ولا انت مجرد هتبقى عامل لي فولو هتلاقيني نزلت ستوري بقول فيها ان انا هطلع هدايا، وهقول لك ساعتها انت محتاج تعمل ايه، هتبقى حاجه عبيطه يعني رمزيه، والشرط الوحيد اللي هيبقى موجود انك تنقل تجربتك، لو مش حابب ان بابليك تنقلها لي انا شخصيا بس. فيديو طويل اهو زي ما حبيته يعني، مش عارف اذا كان هيعجبكم ولا لا، برضو حابب اعرف رايكم في الكومنتس تحت سيكشن، هنستنى رايكم. انا تعبت فمعلش يعني باين عليا اكيد، انا اصلا عندي برد يعني، فشكرا ان انتوا كملتوا الفيديو للاخر، اتمنى ما اكونش طولت عليكم زيادة عن اللازم. اللاينات الجاية برضو تناسب أذواق أكتر، احنا كده بنغطي شوية حتة السولت والسوبر آيس، الفترة الجاية هنغطي بقى أكتر سكة التوباكو واللاينات المميزة في التوباكو، خصوصا اللي هي مش ظاهرة أوي للنور يعني. شكرا جدا إنك كملت الفيديو للآخر مرة تانية، وسلام. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.